صباح الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه قوي. نعمل شاورما اللحمه، ولادنا بيحبوها والسندوتشات بره غاليه قوي وما تضمنهاش حلوه ولا وحشه. التتبيله هتعجبكم قوي وسهله جدا، حاجه كده حلوه قوي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كيلو شاورما، ده كيلو شاورما هحط عليه كوبايه عصير برتقال، وتخلي الجزار يقطعها لك رفيع كده. تحطي عليها ربع كوبايه خل. الحاجة ده خل أحمر، ربع كوباية خل أحمر، كوباية عصير برتقال، وادي ربع كوباية خل أحمر. خل أحمر ليه؟ هيساعد على تسوية اللحمة حلوة قوي ويخليها دايبة كده وحلوة قوي. ممكن تستغني عنها وتحطي ايه؟ خل أبيض. معلقة كده فلفل أسود، هنحط ربع معلقة حبهان مطحون، معلقة كبيرة ممسوحة كده ملح أحمر، ورقتين 3 حبهان، معلقة كبيرة كده مليانة توابل شاورما، خليها معلقة ونص كده توابل شاورما. زيت، نص كوباية زيت، الكوباية اللي احنا عايزنا بيها كل حاجة. حلو اوي الكلام ده كله بقى. فيها بقى حلوة. اديله تقليبه حلوه قوي كده كويسه، وتغلفيه وتحطيه في التلاجة. انت ممكن تعمليها تاني يوم، يعني تعمليها من بالليل وتسويها تاني يوم. انا عملتها وبعد 4 ساعات سويتها. وما نسيش تحطي معلقتين صويا صوص، بتديها تيست حلو قوي. انا نسيت اصورها. تمام. دلوقتي بقى هتجيبي البطاطس، اي كميه بطاطس انت عايزاها هتقطعيها بالطريقه اللي تحبيها. انا قطعتها زجزاج وحطيت ميه على النار بتغلي عقبال ما اقطعها، وحاطه فيها معلقه ملح كبيره. هقطعها بالطريقه اللي انت عايزاها. جبت قطعت المخلل دي واديت الشكل الحلو ده. نزلتها في الميه 10 دقايق بالظبط، طلعتها على ميه فيها تلج عشان اوقف التسويه بتاعتها. بعد ما تطلعيها على ميه فيها تلج وتسيبيها برده شويه حلوين كده، بتصفيها كويس قوي وتحطيها على مناديل شفه مطبخ او فوطه نظيفه او مناديل مطبخ او ورق زبده زي ما انا عملت كده، وتسيبيها تتهوى خالص. وبعد كده تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر لحد وقت الاستخدام. برده انا سبتها برده لحد ما جيت استخدمت الشاورما. صينيه كبيره بقى، ومالكيش دعوه بقى بالطاسه بتاعه التحمير بتاعتنا دي. سخني الزيت وانزلي على طول بالبطاطس. الصينيه اللي انا حطاها على النار سخنت جامد قوي قوي، ونزلت بالايه؟ بالشاورما. الشاورما فيها كل حاجه، انت مش هتحطي اي حاجه تانية عليها. هقول لك بقى بعدين الخطوه التانية هنحط ايه. تمام. دلوقتي سبتيها نزلت شويه ميه من غير ما تقلبيها خالص، عشان شويه الميه دول اللي هنسويهم ايه فيها. البطاطس قدامك اهي بطلعها. حكايه كانت مقرمشه وطعمها حلو. بصي تعبيها بقى في الاكياس دي، وقت ما تحبي تطلعيها على طول على الزيت. ما تسيبهاش تفك، طلعيها على من الفريزر على الزيت. بصي الشاورما شربت الميه بتاعتها كده. كنت انا قطعت بصلتين بالظبط على كيلو الشاورما، قطعتهم جوانح كده ونزلت عليهم على طول جوانح رفيعه كده وتقلبيها. وعقبال ما تعمل عقبال ما تشوح شويه، كنت انا قطعت ايه؟ 3 طماطميات. طلعت منهم البذر بتاعهم وقطعت اللحم بس، وشويه بقدونس، وتقلبي كده. بصي بقى الحروقه اللي في الصينيه كده، والطحينه معلقتين 3 طحينه خام، من غير ما تدوبيهم بميه ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. عقبال ما رحت اتكلم في التليفون كان كله نص الصينيه. هتعملي لولادك 6 سندوتشات شاورما تحفه، وطعمها حلو قوي مع الفينو والمخلل والبطاطس. على فكره كيلو الشاورما مش هيجيب 6 سندوتشات لكل عيل. لو الفرد مثلا، لو انتوا عيله مكونه من 4 افراد، شوفي هتعملي كام سندوتش. بسم الله ما شاء الله طلعت حلوه. ما تنسيش لايك وشير وكومنتات حلوه، واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه. وبالف هنا على قلبكم، ودمتم في رعايه الله.